آية رقم 125 في سورة الأنعام. الآية، يلا اللي معاه مصحف يفتحها، 125 سورة الأنعام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سبحان الله. نقف عند الآية دي. هي ايه المشكلة اللي فوق؟ ما نطلع فوق السحاب، ايه المشكلة؟ مفيش اكسجين. ما حدش فكر ان الطيارة مقفلة والاكسجين من جوه؟ طب ما يفتحوا الشبابيك بدل ما يتعبونا. هنقول الشباك اللي هي ماشيه بسرعه هعمل له نظام اللي داخل هواء وما يعملش طيار، اللي هو لو انت فتح الشباك والعربيه ماشيه بسرعه ممنوع. واكسجينك اللي بتاخده في الطياره من الطياره مش من الجو، ده معمول لك، لان الطبقات العليا من الهواء ما فيهاش اكسجين، اكسجين ضيق جدا جدا. فاللي بيطلعوا فوق لازم يبقى معاه اكسجينه، والا يحس بكتبه نفس ما حصلتش. تقول لي طيب ايه اعراض نقص الاكسجين؟ ما اعراض نقص الاكسجين؟ اظن احنا بقى، انا شغلتي عنايه مركزه، بقى لي كام سنه، 35 سنه بشتغل عنايه مركزه. اظن لو ما عرفتش اعراض نقص الاكسجين ايه يبقى ماليش حق. صدره ضيقا حرجا، هو ده نقص الاكسجين. يحس يقول لك حاجه كتماني، مش قادر يا دكتور، صدري يا دكتور، ويشاور على صدره، لا بيشاور على بطنه ولا دماغه، مع ان الاكسجين ناقص في كل جسمه، ناقص في كل جسمه الاكسجين. انما باللفظ اللي الايه قالته، نجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. الرسول عليه الصلاه والسلام، الناس اللي بتفتري على الاسلام يقول لك الرسول هو اللي كتب القران، ده ما كانش امي ولا حاجه، ده قرا كتير جدا جدا وكتب القران. مهما كان من 1400 سنه حد طلع فوق؟ حد قاس الاكسجين في الطبقات العليا؟ اقروا الايه دي، ولما تقرا تسجد لهذه العظمه اللي انت ماسك كتاب لاعجاز رباني للقران. هذا احد الاعجاز الرباني. كيف يعرف واحد نشأ في الصحراء بدو وبعدين لا يقرأ ولا يكتب ويعرف ان اللي يطلع فوق في نقص اكسجين؟ واعراض نقص الاكسجين اللي ذكرت في الايه، يجعل صدره ضيقا. احنا شفنا ايام الكورونا العجب، شفنا ايام الكورونا العجب في صدره ده اللي خلاني يلفت نظري الايه. الايه بتوصف واحد عنده نقص اكسجين فعلا، ضيقا حرجا. شوف اللفظ اللي جاي، حرجا، يعني كانه روحه بتطلع. سبحان الله. رغم كل اللي بقوله ده، لكن هقول كلمه مهمه جدا جدا جدا: وما اوتيتم من العلم الا قليلا.